يا رسول الله، أينام أهل الجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون. يا رسول الله، أينام أهل الجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا على سورتين نقرأهم في ركعتين سنة، وبيقول ان الركعتين دول خير من الدنيا وما فيها. يعني ركعتين السنة دول اللي هتقرأ فيهم بالسورتين دول سيدنا النبي بيقول خير من الدنيا وما فيها. وكمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انك لما بتقرأ السورتين دول بتاخد براءة من الشرك وبراءة من النار وبتجدد ايمانك كمان. ومش كده وبس، ده كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاهد لمن يقرأ بهاتين السورتين بأنه قد عرف ربه. فانا عايزك تسمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. بس قبل ما اقول لك عايزك تعمل لايك للفيديو ده وتدخل في الكومنتات وتصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حبيبنا وشفيعنا يوم القيامه. اول حاجه ركعتين السنه اللي انت هتصليهم دول ركعتين السنه اللي انت بتصليهم قبل الفجر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على ركعتين السنه دول: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكمان سيدنا النبي بيقول: ركعتا الفجر لهما احب الي من الدنيا جميعا. والسورتين اللي انت هتقراهم في ركعتين السنه هما سوره الكافرون وسوره الاخلاص. ويقول ابو هريره رضي الله عنه وارضاه بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر بقل يا ايها الكافرون في الركعه الاولى وقل هو الله احد في الركعه الثانيه. ويقول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: تعقبت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. بس كده. يا ريت بقى ما تبقاش بخيل وتحتفظ بالمعلومه دي لنفسك وشاركها لغيرك عشان كل الناس تستفيد، والدال على الخير